دقيقة، عمر بن الخطاب كان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة نعم، وأخذ سيفه وخرج إلى دار الأرقم حيث يجتمع المسلمون. وأثناء ما هو ماشي في الطريق بكل جبروت حيث لا يعترض طريقه أحد، قابل واحد من الصحابة اسمه نعيم بن عبد الله. ولما تقابلوا نعيم قال لعمر: ما لك تمشي هكذا؟ قال له: أريد محمد، دلني عليه. أغرتك نفسك يا عمر؟ فرد عليه عمر: ويحك، أصبئت؟ وصبئت عندهم بمعنى تركت دين الجاهلية ودخلت الإسلام. وهنا نعيم قال له شنو؟ قال له: اذهب إلى بيتك لتعلم من الذي صبئ. يعني بتقصد إنه في واحد من آل الخطاب دخل الإسلام؟ هنا جن جنون عمر وتوجه إلى البيت. البيت كان فيه أخت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد اللي هو ابن عمه، وخباب بن الأرت اللي كان بيعلمنا القرآن. ولأن عمر بن الخطاب حتى كانت مشيته وهو جاي من بعيد معروفة، كان يضرب الأرض ضربا. فأول ما سمعوه جاي من بعيد مبدئيا كده خباب بن الأرت دس ورا الباب. ده عمر ما في تفاهم أصلا، بعدك ظاهر من المشي إنه أصلا ما جاي له خير. جلس الباب وقال لهم: ماذا تصنعان؟ وهنا سعيد رد له مباشرة وقال له: أما ترى يا عمر أن الحق قد يكون في غير دينك؟ يعني ما حصلت تخيلت يا عمر بن الخطاب إنه الإسلام ممكن يكون الحق والجاهلية وما عليها هم الضلال؟ هنا عمر بن الخطاب شال ودق بيه الأرض من غير أي تفاهم وجثى على صدره وضربه. جاءت أخته عشان تدافع عن زوجها فضربها هي حتى أدمى وجهها. لا إله إلا الله. ولما أخذ عمر بن الخطاب وقعت في الأرض وقعت معاها الصحيفة اللي كانت بتقرأ منها القرآن. فأخذ الصحيفة عمر بن الخطاب وبدأ يقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لحد ما انتهى من الآيات وهو بيقرأ بكل طمأنينة. هنا الوضع راق، وسعيد وفاطمة بيقوا بس بعينه لعمر بن الخطاب عشان يشوفوا ردة فعله. بعد ما انتهى عمر بن الخطاب من قراءة الصحيفة قال لهم: إن الذي قال هذا الكلام لا يستحق أن يعبد أحد سواه. الله أكبر.